يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5، صلى الله ده حفظناها في كيجي، بني الإسلام على 5. فبني الإسلام على 5، فأحس إنه أنا بتخيله كده في مبنى، هذا المبنى لا يقوم إلا على 5 قواعد. لما تسمع الآية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يأتوك رجالا يعني إيه؟ مش رجالة، مش يأتوك رجالا هم هيبقوا رجالة في الحج، لا، يأتوك رجالا يعني ماشي على رجلين، ماشي على رجله. على فكرة الآية دي فيها معنى جميل قوي، إن الاستجابة بتبدأ من هنا. يعني الناس ساعات تقول لك إيه، أنا عايز أبدأ الاستجابة لما يكون في مستوى المادي بتاع اللي عنده ريزورت في شرم الشيخ. أنا بحس لا، بصراحة ده من أول ما تنفع تروح مشي هتلاقي الاستجابة، وده أنا بيحصل. الحج الحاجة اللي أنا شفتها مش بأرقام، ما فيهاش أرقام، جنة. أنا بتأثرني جدا وبتؤثر فيا جدا وبتخطفني فكرة إن أنا يكون عندي فرصة أن أبدأ من جديد. فعتق من النار، جنة، مغفرة استجابة ذنوب، الدعاء. حمل تبعات، استجابة الجهاد. دعاء، أفضل الجهاد، رمي جمرة واحدة بمغفرة كبيرة، رزق. عايزين إيه؟